السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. حبايب قلبي، النهاردة هنعمل اكبر وافخم واطعم واسهل صينية بطاطس بالفراخ على البوتاجاز من فوق، وهندخلها برضو الفرن. بس عايزة اقول لكم الطريقة بتاعتنا النهاردة سهلة وجميلة جدا جدا وطعمة، وهنشوف دلوقتي الطريقة هتعجبكم ان شاء الله وتنور رضاكم. بصوا حبايب قلبي، انا هنا جبت صينية حطيت فيها معلقة سمنة كبيرة وحطيت فيها شوية زيت كده حلوين. تمام. انا بقى هسيب الصينيه بتاعتي لما تسخن خالص، وبعد كده معايا فراخ هنا مقطعاها، انا معايا اوراق فراخ ومعايا اجنحه. كل دي حاجات كنت انا شايلاها في الفريزر، طلعتها وغسلتها كويس جدا ونقعتها في الليمون والملح، وعملت لها ايه، محلول نقع كده حلو. وبعد كده شطفتها ونزلت بيها بقى هنا على الطاسة السخنة، على الصينية اللي فيها المادة الدهنية السخنة. هنزل بقى كده عليها بالفراخ من الناحية اللي هي فيها الجلد، وهسيبها بقى تتشوح من جنب لجنب. تمام. انا هسيبها بقى لما تاخد صدمة كده وتتشوح من اول جنب، وبعد كده هقلبها على الجنب التاني. بصوا بقى، انا هنا قلبتها بالشكل ده كده. انت لو عايزاه تغمق عن كده، يعني عايزاه تحمر عن كده، او لونها يصفر شويه تاني، مفيش مشاكل. بس انا كده كده هدخلها الفرن. معايا بقى توابل، معايا بابريكا ومعايا ال11 بهارات ومعايا فلفل اسمر وكزبره وكمون وملح، وكمان معايا مكعب مرق هفركه كده وانزل بيه بالشكل ده كده. تتبيله سهله وبسيطه جدا. ومعايا كمان معلقه توم، اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض مع الفلفل الاحمر. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعض عشان الفراخ بتاعتي كلها تشرب من التتبيلة بالشكل ده كده. وخليكي برضو شغالة على نار عالية، ما تهديش النار، بحيث ان الفراخ بتاعتك الجلد بتاعها كده يتشدد وتاخد صدمة حلوة. بصوا بقى كده بقت بالشكل ده. معايا بقى هنا هوسع كده مكان، ومعايا كمان بطاطس مقطعاه مكعبات، بصل مكعبات، قرن فلفل احمر حامي ولو عندك اخضر عادي، ده اللي كان موجود ومتاح عندي. والبصل برضو مقطعاه مكعبات بالشكل ده. انا قطعت هنا حوالي كيلو بطاطس بالشكل ده كده، وقطعت كمان 3 بصلات وقرن فلفل حامي بس. قلبي بقى كل الكلام الحلو ده مع بعض تقليبه حلوه، يتشوح ويدبل. وهنزل كده بثلاث طماطميات متقطعين برضو مكعبات. لحد هنا الطريقه سهله وبسيطه جدا، ما فيهاش اي صعوبه. كل الكلام ده هنعمله في صينيه واحده. عايزه اقول لكم كانت اطعم واسهل صينيه بطاطس عملتها في حياتي. نقلبها برضو تقليبه حلوه كده محترمه. وبعد كده هجيب كيس فلفل الوان من اللي انا كنت مفرزاه معاكم وهنزل بيه. شفتوا نزلت بيه متلج في ثانيه، هنبص نلاقيه فكك من بعضه كده اهو. بصوا كأنك لسه مقطعاه حالا فريش. قلبي برضو الكلام ده كله مع بعضه كده. في الوقت ده بقى انا بوطي النار، مش بهديها خالص، لا بخليها متوسطه. تمام. بخليها متوسطه. انا كده حطيت التوابل ونزلت بكل الخضار بتاعي وقلبته كده كله مع بعضه. معايا بقى ايه هنا؟ معايا طماطميتين اتنين بس، طحنتهم كده في الخلاط وهنزل بيهم بس عشان تديلها لون وطعم مش اكتر. انما انا مش عايزه ازود الصلصه خالص. في ممكن على فكره تزودوا بسله، ممكن تزودوا فاصوليا، ممكن تزودوا الخضار اللي انت عايزينه، كوسه، بس خلي الكوسه دي فوق في اخر حاجه عشان ما تتهريش منكم قوي. فاهميني؟ بس خلصنا على كده. هدخلها الفرن على الرف اللي في النص. انا طبعا بسيبها كده بتشكشك كده لحد ما الخضار يقرب يدخل على سوا. في الوقت دوت انا مهديه النار، مش معلياها، مخليها وسط. شغاله الفرن على درجه حراره 200، وهدخلها الفرن لحد لما وشها يحمر وتتشمع وتديني الشكل الجميل اللي هتشوفوه دلوقتي. بصوا هتبقى بالشكل القمر التحفة ده. من وقت للتاني كنت بجيب الفرشة وكنت بدهن وش الفراخ كده بالفرشة علشان وشها يلمع. عايزة اقول لكم كانت طعمها في منتهى الجمال، كانت جميلة جدا. مستوية البطاطس، مستوية الخضار بتاعي طعمه حلو قوي، جميل جدا، شارب من الدسامة بتاعت الفراخ. الفراخ بتاعتي مستوية ولا اطعم من كده. بصوا احنا بقى عملنا جنبها رز بالشعرية
بس انا مرضتش اطول عليكم الفيديو لان كلنا عارفين الرز ابو الشعريه بيتعمل ازاي. الفراخ بتاعتي طعمها جميل جدا مستويه، البطاطس شاربه من الفراخ، كل الخضار بتعمل طعم من شوربة الفراخ ومن الدسامة بتاعة الفراخ. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوف القناة يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا إشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. لايك يا حبايب قلبي بيدعم الفيديو بيوصل لأكبر عدد من المشاهدين. استودعكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.